بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ونصلي ونبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. طبعا الاسم عتيق علي ابراهيم زندان، عميد بلديه تراغن المكلف. حقيقه في البدايه نشكر هالجنود حقيقه اللي الان موجودين معنا في داخل هذا المكان، هي جمعيه تراغن الزراعيه لمكافحه آفة الجراد الصحراوي داخل حوض مرزق بالكامل. وان هذه بصراحه راهي آفة، وان شاء الله نحاولوا بالامكانيات الموجوده عندنا ان كيف نكافحوا هالجراد. طبعا مشكورين جدا البلديات المجاوره على تعاونها معنا من ناحيه الاجهزه ومن ناحيه الاليات، وهذا بصراحه من جد لما يدل على تكاتفهم وعلى وطنيتهم لمكافحه هذه الآفة. كما نشكر الحكومه الليبيه حقيقه بصدق بتوفيرها. الحمد لله ممكن حوالي 5 سيارات موجودات، والاجهزه هي موجوده الحمد لله، السيارات برا، ومشكورين جدا كحكومه ليبيه خاصه قطاع الزراعه. ونشكر القياده العامه بصراحه القوات المسلحه على راسها المشير خليفه بن قاسم حفتر، ونشكر الحضور والجهات الاعلاميه، وان شاء الله ربي يعيننا على مكافحه هالآفة ان شاء الله. مشكورين جدا، مع السلامه. طبعا اليوم في جوله ميدانيه للمناطق التي ظهر بها الجراد بناء على البلاغات الوارده من المزارعين في مناطق حوض مرزق بشكل عام، واحنا الان موجودين في بلديه تراغن في منطقه مضوى. ومن خلال المشاهده والمعاينه اكتشفنا بان اسراب الجراد كبيره جدا منتشره في المنطقه على محصول البرسيم. وطبعا زيارتنا اليوم او عمليه المسح اللي قمنا من اجل ان نقوم بعمليه المكافحه، ولكن للاسف الامكانيات ضعيفه جدا، لا تلبي الغرض. كميه الجراد كميه كبيره منتشره في المنطقه، الامكانيات ضعيفه، الوقت يمضي بحكم ان اليوم من المفترض ان نكون قضينا على جزء كبير من الجراد المنتشر في المنطقه، ولكن للاسف الامكانيات لا تساعد في القيام بالواجب على اكمل وجه. احنا رسالتنا اللي نحب نوصلوها للجهات ذات العلاقه، راح نعد تقرير بالخصوص بحكم ان لن نستطيع ان نقضي حتى ربع انجاز العمل اللي طلعنا من اجله، وقطعنا المسافات هذه كلها من اجل السيطره على الاسراب الجراد في بقعه معينه. رسالتنا اللي نحب نوصلوها بان نحتاج للدعم ودعم قوي باجهزه ومعدات حديثه لمكافحه هذه الآفة. السلام عليكم، انا عادل مسعود محمد مدينه، صاحب المزرعه الموبوءه بالجراد. وليه نحن ليه 3 ايام الجراد هنا منتشر من قبل الريح منتشر وزايد كل يوم زايد، يعني تو بعد هدة الريح وهدة اسمها زاد عندنا بكميات كبيره بكره. بدات هنا عندنا في المزرعه هنا زايد، والاضرار نتاعها بدت من امس، وبدا يعني بدا كان يومين ما ياكلش، وبدا اليوم في الإكال خلاص. وناشد المسؤولين رئيس وزراء الزراعه، اي حد يهم الامر يجي يستجاب لنا نحن. الجراد هذا اليوم عندي وبكره يمشي بمكان ثاني، اليوم قاعد بكره يدير لنا الدود، يدير لنا اسمه يحط البيضه هنا، يزيد ينتشر، شهر شهرين يطلع بمكان ثاني. نحن الناشد يعني مش اليوم هذا بخر، ماذا بينا نحن عندنا يبدا عندنا مركز في حوض مرزق هنا قاعد مستجاب لنا، في لحظه يطلع نجي نقضي عليه. اليوم الجماعه بارك الله فيهم جو كله منهم. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. المهندس طارق سليمان احمد، مكتب الزراعه تراغن. احنا الان في احد المواقع التابعه لبلديه تراغن وجود حشره الجراد. الحشره هذه منتشره الان بصفه كبيره في المنطقه الان بسبب قله الامكانيات. الحقيقه الحمد لله يعني وصلنا دعم من الحكومه الليبيه سيارات، لكن ينقصها الات الرش الرذاذي لمكافحه الحشره. الحشره الان منتشره الان بصفه عامه في حوض مرزق وفي الجنوب كامل يعني. فنتمنى الان الحمد لله لقينا دعم حتى من جماعه جهاز حمايه البيئه بسيارات الرش الضبابي، لكن ما هيش ذات فعاليه. فنتمنى الحقيقه ونتمنى من الحكومه الحقيقه مواصله الدعم وانشاء دعم مكتب مكافحه الجراد الصحراوي بحوض مرزق، يكون مكتب دائم. أراه سقوط الأمطار في الأشهر الماضية أدى إلى انتشار الحشرة هي حتبيض الآن في مرحلة الطور الكامل، يعني حشرات في الطور الكامل، في الطور
هذا الحشره هذه حتسبب لنا مشاكل في الاعوام القادمه. الشكر موصول لكل من ساهم معنا الحقيقه، الشكر للقياده العامه، الشكر للواء صدام امر منطقه القوات البريه بالمنطقه الجنوبيه، والشكر موصول لامر الدعم اللي الان وصلنا، والشكر موصول لكم جميعا، ونتمنى التوفيق. واحنا الان مع الفلاحين في الحفاظ على الثروه الزراعيه وعلى المحصول. نتمنى التوفيق للجميع. السلام عليكم.